ناس كتير طلبت مني في التعليقات ازاي اغسل الجاكيت البامب بتاعي. في الفيديو ده هقول لك ازاي تغسل الجاكيت البامب بتاعك في البيت، وكمان ازاي تعرف تطبقه، وكمان لو الفايبر بتاع اللي جوه كلكع منك ازاي ترجعه تاني زي ما كان. هنجيب اول حاجه بلاستيكه فاضيه وهنسمي الله ونحط اول حاجه برسيل جل كلوريكس الوان، بعد كده خل، بعد كده هنحط نص ازازه كحول ايثيلي وهننزل عليهم بميه تكون درجه الحراره بتاعتها 60 درجه مئويه. هنقلب الخليط كله في بعضه، بعد كده هنجيب اي سفنجه احنا بنستخدمها بتاعت غسيل الاطباق، لو ما عندناش ممكن نستخدم فرشه ناعمه. هناخد من الخليط اللي احنا عملناه ونبدأ بأول حاجة اللي هي بتاعة الجاكيت، وبعد كده هنخش على الاسورة والكمام بتاعة الجاكيت. الخلطة اللي عملناها ديت ما فيهاش أي تفاعلات كيميائية، وكمان مش هتأثر على أي ألوان بتاعة الجواكت البامب، وكمان هتطلع معظم البقع والاتساخ اللي موجودة في الجواكت. بعد كده بقى هناخد الصدر وناخد البطانة من جوه، بعد ما نخلص هنعلقه عندنا في الحمام وبالشاور بتاع الدش، وهنبدأ نشطفه كده. بعد ما نخلص هنحطه في الغسالة ونعصره لمدة دقيقة واحدة. ازاي بقى تعرف تطبقه وتخزنه، وكمان ازاي تعرف تفرد الحشو بتاعه لو كلكع منك، هتلاقي الفيديو كامل عندي موجود على اليوتيوب.